ذرة كربون صغيرة بس بتغير شكل العالم. اكتشف الحكاية في البودكاست. أهلا بيكم في بودكاست كربون، معاكم أحمد رجب. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كربون بودكاست. النهاردة حلقة مختلفة شوية. احنا النهاردة ما معناش ضيف. أنا حبيت إن احنا نتكلم كده مع بعض النهاردة في موضوع شائك شوية، وسؤال أزلي. كلنا سألنا في أول الكارير بتاعنا أول ما بدأنا في الكيميكال انجينيرينج، سواء اشتغلنا في البروسيس أو في الأوبريشن، سواء اشتغلنا في الأويل أند جاز أو في البتروكيميكال أو في الريفاينري أو حتى بعض الكيميكال اندستريز أو في الفود اند بيفرج. السؤال ده أنا شفته كتير جدا على البروفيشنال جروبس، سواء على الفيسبوك سواء على لينكد إن. برضو بيجي لي في ناس كتيرة جدا بتسألني السؤال دوت. أنا نفسي بسأل السؤال ده لحد اللحظة دي. بروسيس اور اوبريشن، نشتغل بروسيس ولا نشتغل اوبريشن؟ موضوع شائك شوية، بس إن شاء الله هنغطيه النهاردة من كل الجوانب بإذن الله. من وجهة نظري طبعا هنتكلم عنه وهنتكلم بتفاصيل كتير إن شاء الله النهاردة. خليكم معانا وما تروحوش في حتة. أهلا بيكم مرة تانية، وزي ما قلنا في المقدمة النهاردة هنتكلم على process versus operation أو operation versus process versus operation أو operation versus process. مش هيفرق كتير الترتيب. السؤال ده زي ما بنقول كده احنا دايما بنسأله لنفسنا، سواء إذا كنت أنت لسه فريش جراد أو جونيور أو حتى سينيور بعد فترة. كلنا بتحصل لنا اللخبطة دي. بس خلّينا النهارده زي ما إحنا متعودين في كربون بودكاست، إن إحنا دايمًا بنحط الbottom line أو بنحط الأساس اللي إحنا هنتكلم عليه. فإحنا الأول هنحط بعض القواعد كده والأساسات اللي إحنا هنتكلم من خلالها النهارده إن شاء الله. ونوضّح الأول وجهات النظر، ووجهات النظر دي اتكوّنت إزاي وجات منين. قبل ما نبدأ أحب أقول لكم طبعًا مشاركاتكم يعني مثمرة جدًا. يا ريت لو حد عنده أي سؤال، في أي comment، في أي حد عنده رأي ممكن يشاركنا بيه، أو أي سؤال أي استفسار ممكن يحطه على الcomments في الlive، سواء إذا كان على LinkedIn أو يوتيوب أو على الفيسبوك groups. طيب، زي ما قُلنا دايمًا إحنا بنبتدي بالbottom line أو بالأساسات. أنا حبيت النهارده نتكلم في الموضوع ده، يعني نتكلم مع بعض كده من وجهة نظري أنا. وجهة نظري دي اتكوّنت عن طريق خبرتي اللي أنا اشتغلت فيها والفترة اللي أنا اشتغلت فيها في الoil and gas and petrochemical. رحلة مش طويلة، يعني أنا دايمًا باعتبر نفسي في بدايات الرحلة دي بعد 17، 18 سنة. لسه إحنا في الearly career. بس دايمًا كان السؤال ده بييجي في بالي، لإن أنا الحمد لله، وده برضه محتاج أوضّحه شوية. السؤال ده كان بييجي في بالي، هو process والّا operation؟ أشتغل operation والّا أشتغل process، مين أفضل؟ ده سؤال أنا شايفه مش صح، بس أنا كنت باسأله لنفسي. مين مستقبله أفضل؟ برضه ممكن يكون ده سؤال مش صح نسبيًا. هل أتطوّر في الprocess أسرع والّا هاتطوّر في الoperation أسرع؟ كل الأسئلة دي إحنا هنجاوب عليها النهارده. بس زي ما قُلنا قبل كده، خلّينا الأول أوضّح نقطة مهمة جدًا، أنا باسترِس جدًا على النقطة دي، إن مناقشتي معاكم النهارده هي من خلال وجهة نظري. وجهة نظري دي هي ممكن تكون صح بالنسبة لبعض الناس، ممكن تكون خاطئة بالنسبة لبعض الناس، عادي جدًا. دي وجهات نظر.
زي ما قُلت هي وجهة نظري دي أنا كوّنتها من المشوار الصغير اللي أنا أخدته في الpetrochemical والoil and gas، أو خلّينا نقول الpetrochemical والrefinery. آمم علشان نعرف أنا كوّنت وجهة النظر دي إزاي، خلّيني يعني brief كده. أنا ما باحبش طبعًا أدّي للموضوع ده كتير، بس خلّينا نقول أنا اشتغلت operation فترة لا بأس بها، يعني حوالي تقريبًا أول 4، 5 سنين من الcareer بتاعي أنا باشتغل operation. وبعد كده اشتغلت process فترة برضه لا بأس بها، تقريبًا نفس عدد السنين. بعد كده اشتغلت R&D، وبعد كده رُحت في الmanagement. فكان معايا الprocess والoperation. طيب خلّينا الأول كده، إحنا دايمًا زي ما اتعودنا في كاربون بودكاست بنحب تاني باstress تاني على النقطة دي، إن إحنا بنبدأ بالbottom line أو التعريفات يعني. فإحنا خلّينا الأول نتكلم إيه هو الoperation وإيه هو الprocess قبل ما نبدأ نتكلم عن الفروق ما بينهم وأروح فين أو مين فيهم أفضل، ولو إن أنا ضد النقطة دي جدًا يعني. خلّينا نقول ببساطة جدًا تعريف الoperation. إحنا عشان نعرّف الoperation ونعرّف الprocess، فإحنا محتاجين الأول نحط يعني زي ما بنقول كده النقط على الحروف. طيب الprocess، أو خلّينا نبدأ بالoperation. الoperation team أو ككل، يعني كل الناس اللي شغالة في الoperation team، هو ده الteam اللي شاغله دايمًا طول الوقت المصنع والإنتاج. دايمًا إحنا دايمًا بنقول الoperation بينظر إلى اللحظة، يعني هو دايمًا باصص على اللي بيحصل حاليًا في المصنع. الoperation mainly إحنا دايمًا برضه بنقول run and maintain and consider الsafety طبعًا. فهو دي الjob description بتاعه overall run and maintain. هو راجل كل اللي يهمه إنه يفضل الplant شغال، الplant steady، ما فيش فيه مشاكل، هو ما بيسببش مشكلة. النقطة التانية بالنسبة للoperation، هو برضه بيكون trouble shooter، أو هو بيحل المشكلات. يعني إيه بيحل المشكلات؟ زي ما إحنا قلنا هو بينظر للحظة. ما فيش صناعة بتفضل ماشية steady. إحنا بنتعامل مع machines وبنتعامل مع hydrocarbons. فخلينا نقول مثلًا أنت لو في refinery، فوارد جدًا إن الfeed يتغيّر اللي بييجي لك. وارد جدًا إن لمّا الfeed يتغيّر طبعًا فكل الconditions هتتغيّر، فيبدأ يحصل عندك upset في كل الrefinery أو في الCDU unit مثلًا. لو أنت شغال في petrochemical فبرضه وارد إن الfeed يتغيّر. لو أنت شغال في batch process، batch عن batch الconditions ممكن ما بتبقاش ثابتة، محتاج إن أنت تعمل adjustment. ممكن يحصل عندك أي upset لأي سبب. ممكن يحصل عندك عطل أو failure في equipment. ممكن يحصل عندك failure في instrument. ففي سيناريوهات كتيرة جدًا ممكن تسبب لك مشاكل في المصنع. فهنا ييجي دور الoperation، إن هو الراجل بيحاول يtrouble shoot الموضوع ده، ويرجّع المصنع بتاعه للnormal operation في أسرع وقت بأقل خساير. أ طبعًا إحنا with full consideration للsafety. إحنا مش بنناقش هنا الsafety. إن الراجل بتاع الoperation المفروض إن الprocess safety هي دي أو الsafety عامةً والEHSS هو دي في أولوياته، أو هو ده دايمًا اللي بيفكّر فيه طول الوقت. فباختصار هو ده كده الoperation. فteam الoperation كُلّه تاني هو مُختص باللحظة، تشغيل المصنع، المحافظة على إن المصنع يفضل شغّال وإن في إنتاج. طيب نروح للteam التاني team الprocess. team الprocess برضه لو هنقول إن الoperation بينظر للحظة، فteam الprocess هو بينظر للمستقبل. يعني إيه بينظر للمستقبل؟ عنده نظرة دايمًا، هو بعد كده المصنع ده هيتعمل فيه إيه؟ أو هل المصنع ده محتاج حاجة إحنا مش شايفينها دلوقتي؟ هو المصنع شغال تمام، ما فيش فيه مشكلة والإنتاج تمام وبنحقق الproduction plan، كل الtargets محققينها. بس team الprocess بيبُص على الfuture أو المستقبل. المفروض لو أنا فضلت شغال بنفس الcondition دي لفترة طويلة، هل أنا كده محقق ربح والّا لأ؟ طيب هل لو أنا فضلت شغال بنفس الconditions دي، هل ده ممكن يسبب مشاكل والّا لأ؟ طيب المشاكل اللي حصلت اللي الoperation حلّوها دي، وهنا ده مهم جدًا بقى وهنتكلم فيه في الرابطة ما بين الoperation والprocess لمّا نوصل للنقطة دي. هل المشاكل اللي حصلت في الhistory بتاع المصنع ده من يوم ما بدأ واللي الoperation حلّوها،
هي اتحلت وخلاص. الprocess زي ما قُلنا بيبُص للfuture، فهو بيقول لأ، ما هي ممكن تحصل تاني في قدّام، فيبدأ يanalyze أو يشوف المشكلة دي حصلت ليه، أسبابها، بحيث إن إحنا نتلافى حدوث ال ال أو حدوث المشكلة دي في المستقبل في المصنع. طيب، بس كده الprocess لأ، الprocess برضه كمان بيهمه جدًا موضوع التوفير. دايمًا الteam الprocess عامةً بيكون شاغله طول الوقت إن هو محتاج يوفّر في الطاقة. بس كده لأ، طبعًا مش الطاقة بس، يوفّر في المواد الخام. يعني إيه يوفّر في المواد الخام؟ يعني يقلل في الهدر في المصانع. يعني بيبُص على نسبة المواد الخام، هل ممكن نعمل لها optimization، نقلل الloss أو نقلل الwaste اللي في المصنع عندنا. طبعًا ده بيتّرجم في النهاية لفلوس يعني. فخلّينا نقول إن الراجل بتاع الprocess هو بنظرته دايمًا هو بيفكّر إزاي يحسّن أداء المصنع اللي شغّال. يبقى الoperation بيحافظ على الأداء، الprocess بيحسّن الأداء. فده كده باختصار يعني الفرق ما بين الoperation والprocess. لإننا دايمًا بنلاحظ إن في overlap أو في تعريفات متضاربة شوية، أو في لخبطة أو لبس في التعريفات ما بين الoperation والprocess. حاجة أنا باحب أضيفها إن يعني لمّا نقول الoperation engineering اللي هو هندسة التشغيل، والprocess engineering هندسة العمليات. برضه نحط النقطة دي في اعتبارنا، لأن أعتقد الترجمة باللغة العربية بتوضّح حاجات تانية هنتكلم فيها. طيب، في قبل ما ندخل نتكلم على طيب الscope بقى in details بتاع الoperation وبتاع الprocess، أنا حابب أتكلم في زي organization أو الorganization chart. برضه دي من وجهة نظري. في مصانع كتيرة بتعتمد على الoperation بس. يعني هو الراجل أنا عندي operation engineer بس، أنا مش محتاج process. شُفت الcase دي. في plants تانية بيبقى فيها process engineer وما فيهاش operation engineer. برضه قبل ما نخش في التفصيلات دي، حابين نوضّح إن إحنا النهارده بنتكلم على الفرق ما بين الprocess والoperation كprocess engineering وoperation engineering. موضوع إن إحنا ممكن نكون نشتغل في الoperation سواء panel operators أو outside operators، فده برضه بيندرج معانا تحت موضوع الoperation overall، أو ده الoperation team اللي كنا بنتكلم فيه في الأول. ففي plants زي ما قُلنا بيبقى فيها operation engineer، وممكن يكون اسمه production engineer، ما فيش process engineering. وفي مصانع تانية بيكون فيها process engineer بس، وبيقوم بدور الاتنين، بيقوم بدور الprocess والoperation. وفي مصانع تانية بيكون فيها الاتنين، بيبقى فيها الoperation engineer والoperation team عامةً، سواء operation engineer أو panel operators أو outside operators. وبيبقى عندنا كمان الprocess engineer. في الsetup دي موجودة في شركات كتيرة وفي دول كتير. طيب، بالنسبة أنا بس عايز أرجع للنقطة بتاعة إحنا ليه في panel operators وoutside operator وoperation engineer. طبعًا مع ازدياد العدد الخريجين من الchemical engineering والتخصصات التانية الشبيهة بالchemical engineering، أو يعني اللي شبه نفس التخصص بتاع الchemical engineering، فأصبح المنافسة في سوق العمل كبيرة جدًا. فده تصوُّري يعني. فأعتقد لمّا العدد زاد، فأصحاب الbusiness لقوا إن طيب من المفيد إن أنا ممكن ناخد الchemical engineer ونستفيد بيه. راجل درس في المجال الهندسي، أو حتى إذا كان درس مجال علمي آخر، إن إحنا ممكن ده يشتغل كpanel operator أو outside operator أو field operator. ده بيفيد الbusiness، طبعًا بيفيد الbusiness. أنت متخيّل إن أنت بتحُط حد معاه مؤهل دراسي علمي، كان بيدرس مواد علمية معقدة شوية، إن هو بيشتغل في الoperation أو الrun and maintain. فده هيبقى عنده مش بس بينفذ الprocedures، ومش بس بيحقق لي الtargets المطلوبة مني، لأ ده هو يعني عنده المعرفة ما وراء الموضوع ده جه إزاي. فده بيسهّل له الموضوع شوية. حتى لو حصلت حاجة جديدة مثلًا، أو حاجة مش مكتوبة في الprocedure، فهو يبدأ يكون عنده رَد الفعل أو التصرُّف أو الحل السليم السريع. طيب، كُنّا بنتكلّم برضه على زي ما قُلنا كده إن في مصانع فيها process وفيها operation، وفي أحيانًا بيكونوا الاتنين موجودين مع بعض. طيب،
إحنا بقى عايزين نروح نتكلم شوية على الscope of work أو الjob description بتاع الoperation وبتاع الprocess engineer. فيعني والحتّة بتاعة الROSI matrix أو الROSI اللي هي الresponsibility accountability consultation and inform. يعني إحنا دي بنحطها كده في كل الorganizations. الموضوع الROSI ده إن هو مين الresponsible، مين الaccountable، مين اللي أنا باروح له بس عشان أconsult، ومين بس اللي أنا محتاج informهم بس، إنما ما فيش أي action يعني. فهنعرف التوزيعة دي ما بين الprocess والoperation. ولكن خلّينا تاني، أنا باحب يعني أضرب المثال ده دايمًا لمّا بنحب نوضّح أوي الفرق ما بين الprocess والoperation. يعني خلّينا نتخيّل كده السباق بتاع فورمولا 1. المتسابق أو اللي بيسوق العربية الفورمولا 1 هو ده الoperation، هو ده اللي قاعد مركّز جدًا. طبعًا يعني لو حد فيكم جرّب العربية بتاعة الفورمولا 1، هي الsensitivity بتاعتها عالية جدًا، بخصوصًا أنت بتبقى على سرعات يعني over speed. فأنت ال1 مليمتر في الsteering wheel أو في عجلة القيادة دي بيفرق كتير بيفرق أمتار يعني. فالراجل رَد فعله سريع جدًا. يعني أنا أرشح لكم تروحوا وتشوفوا مثلًا الtraining بتاع المتسابقين بتوع فورمولا 1. رَد فعلهم سريع جدًا. طبعًا بيبقى عنده غير سرعة أو رَد الفعل السريع، بيبقى عنده تركيز عالي جدًا، لإن هو باصص على كذا حاجة. باصص على الgauges اللي قدّامه في العربية عشان يتأكد إن ما عندوش أي مشكلة في الفورمولا 1 أو في العربية بتاعة السباق اللي هو سايقها. ما فيهاش alarm، ما فيش high temperature، الtires تمام، كل حاجة تمام عنده، كل الconditions أو كل المؤشرات الحيوية كويسة. باصص على الطريق قدّامه، شايف كويس الانحناءات بتاعة الطريق، واخد باله منها كويس جدًا. باصص على المتنافسين اللي حواليه. لا قدّر الله حصل حادثة، هو بيعرف ياخد reaction سريع قدّامه عشان ما يزوّدش يعني الحادثة ما يخبطش في حد تاني. عارف مكانه فين، عارف هو مركزه فين، مركّز جدًا، عارف هو الtarget بتاعه عايز يوصل لفين، حاطط كل تركيزه على الtarget اللي هو أنا عايز أسبق أو أنا عايز أكسب السباق ده. الprocess engineer خلّينا نقول هو ده الشخص اللي بيبقى قاعد برّه، اللي إحنا بنعتبره الcoach بتاع المتسابق أو بتاع المتسابق ده. ده بيبقى قاعد هو أنا شايف العربية، باحس إن فيها مشكلة من شكلها أو من الأداء بتاعها الخارجي، بس أنا مش شايف الإعدادات. بس أنا بابُص على الحاجة التانية، زي ما قُلنا كده أنا مش بابُص على اللحظة كprocess engineer، أنا بابُص على الfuture. فهو مثلًا say إنه أو على سبيل المثال إنه في أول lap لاحظ إن المتسابق دوّة بياخد الcurves مثلًا في زاوية واسعة شوية، فده بيضيّع عليه وقت. فبيبدأ إن هو بيتواصل مع السائق ويقول له لأ خلّي بالك وأنت في الturning points أو في الcurves دي، حاول تاخد الزوايا الضيّقة شوية، اكسب لنفسك مسافة، بحيث ده هيساعدك في إنك تكسب. فهو هنا بيتكلم في الfuture، وبيتكلم في تحسين الأداء. أثناء تغيير الtires أو الكاوتش بتاع العربية نفسها. بيبدأ هو برضه بيبُص على الوقت اللي هم بيغيّروا فيه الكاوتش يعني. آآ غيّروا الtires دي في وقت قد إيه، فيبدأ لأ إحنا محتاجين نكون أسرع المرّة الجاية. خلاص هو مش بيبُص هو بيقيّم اللي حصل في اللحظة، وبيقيّم هل دي أفضل حاجة، هل في أفضل عشان نوصل للoptimum condition علشان نكسب السباق. فيعني أنا باحب أضرب المثال ده علشان يوضّح لنا الفرق ما بين الprocess والoperation. طيب لو رجعنا بقى نتكلم على الscope الRASI matrix ما بين أو يعني لكل واحدة منهم، لكل الteam الoperation وteam الprocess. فأنا أحب أبدأ بالoperation. خلّينا نقول كده إن الscope بتاع الoperation هو بيتابع تاني ظروف التشغيلية بتاعة المصنع. بمعنى هو عنده operating window، في ظروف تشغيل، من ضغوط، من حرارات، من levels، من كل الoperating conditions اللي موجودة عندي في المصنع بتاعي، سواء إذا كان refinery أو petrochemical أو oil and gas facility أو whatever يعني chemical plant أيًا كان. فهو الراجل أو الteam بتاع الoperation هو الtarget بتاعه إن هو يkeep الrunning conditions دي في الoperating window، ما يحصلش high deviation. ويقلل الdeviation ده على قدر الإمكان، ويkeep الcondition دي consistent أو ثابتة
ما يبقاش في أي upset، هو نَفْسه ما يسبّبش upset، يعني هو نَفْسه ما يكونش بيسبب upset نتيجة الactions اللي بياخدها، بيبقى حذر جدًا أثناء ما هو بيحاول يعدّل الconditions دي أو بيعمل fine tune أو fine tweak للconditions دي، بحيث إن هو ما يسببش مشكلة أكبر، وإلا بيسيب الcondition زي ما هي لو هو عارف إن إحنا خلاص دي الnarrow range اللي أنا أقدر أشتغل فيها، أنا ما أقدرش أعمل fine tuning أو fine tweaks أو أحسّن الأداء أكتر من كده في اللحظة دي. ده أهم حاجة في الscope بتاعه. الscope التاني سرعة البديهة اللي إحنا كنا بنتكلم فيها عليها، موضوع إن ما فيش مصنع بيفضل شغال steady، لإن إحنا مش شغالين في steady state، إحنا شغالين dynamic، يعني أي مصنع في الدنيا dynamic. فوارد يحصل عندي زي ما قُلنا تغيير في تغيير في المواد الخام، تغيير في مثلًا failure في equipment failure في أي instrument عندي في المصنع، بدأ إن هو يلاقي إن في مشكلة بتحصل عنده نتيجة الfailure ده، فمطلوب منّه إنه يكون عنده سرعة بديهة، إن هو ياخد الaction المناسب والصحيح، إن هو يرجّع تاني المصنع للnormal operation والnormal production، وإنه يقلل الdeviation أو يقلل الdown time لو في down time، ما يروحش أصلًا للdown time، يعني بيحاول إن هو ما يروحش للdown time، ولو هيبقى في down time لو إحنا بنتكلم مثلًا في process محتاج يعمل small down time كده، فيحاول يقلل منه ده على قدر الإمكان. فدي تاني حاجة الquick trouble shooting والquick decision يعني، ده الscope بتاعه، ده في الscope. آمم الحاجة التالتة وزي ما إحنا قُلنا هي دي دايمًا في بال الoperation، الsafety أو الأمن أو إنه يأمِّن الظروف التشغيلية، ما تحصلش كارثة، ما تحصلش حادثة، فده دايمًا في باله إن هو بيحافظ على الsafety داخل المصنع أثناء التشغيل. ده ييجي منين؟ ده ييجي من معرفته القوية جدًا آآ ظروف أو طبيعة المصنع اللي هو شغال فيه، عارف الخطورة بتيجي منين، وعارف مين أخطر من إيه، مثلًا ده reactor ده high pressure، أو مثلًا المادة دي cryogenic، أو المادة دي toxic أو أيًا كان، أو high explosive material، فهو عارف كويس أوي كل area أو كل spot عنده في المصنع إيه الأخطار اللي موجودة فيه. فهو طول الوقت وهو بيشغّل الموضوع ده في باله كده زي simulation شغّال، إحنا مثلًا عندنا لو أنا زوّدت هنا الtemperature عشان أحافظ على الquality، بس ده ممكن يزوّد لي الpressure في الtower، فهنا إحنا شغّالين في high pressure، فأنا ممكن أروح في criticality، إن أنا ممكن أعمل over pressure هنا في الcolumn دوّة، أو يعني أي سيناريو من السيناريوهات دي هو بيعمل الموضوع ده بسرعة جدًا في باله. زي لاعب الشطرنج بالضبط، هو لاعب الشطرنج بيحُط كل الscenarios دي وهو بيلعب وهو بيحرّك القطع، بيبقى عارف أنا حرّكت القطعة دي الopponent أو المتنافس اللي قدّامي هيحرّك احتمال يحرّك القطعة دي، فلو حرّك القطعة دي هيحصل لي كده، طب لو حرّك دي هيحصل لي كده، احتمالات كتير، فدي البال أو عقل الmindset بتاع الoperation شغّال دايمًا في الموضوع ده، الsimulation اللحظي، وبالذات في المنطقة بتاعة اللي هو يحافظ على الplant إن هو running safe، طبعًا إحنا قُلنا run and maintain safe. عنده حاجة تانية في الscope بتاعه وهي الprocedures، وهي دي يعني خلّينا نقول ال 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 واحدة من الtools المهمة جدًا لأي حد شغال في الoperation، وهي الSOPs أو الsupervisory operating procedures، أيًا كان المسمى بتاعها في الشركة أو في المصنع، اللي هي الprocedure بصفة عامة. ليه مهمة؟ الprocedures دي طبعًا دي أنا حاجة شُفتها كتير جدًا، أحيانًا بعد فترة وأنا شغال operation لإني باكرر الprocedures دي آآ ممكن كل shift، كل يوم، كل أسبوع، فبعد فترة بيحصل عندي زي تشبُّع كده، وده طبيعة النَفْس البشرية إن إحنا خلاص أنا حفظتها، فأنا مش محتاج أبُص لها تاني، لإن خلاص أنا بعقلي الباطن حافظ التسلسل بتاع الprocedure دي، أنا باعمل step 1، 2، 3، 4، خلاص أنا حافظهم فأنا هاعملهم. فبيحصل كتير جدًا إنه بيعتمد على الذاكرة، خلاص من كتر التكرار، فباروح أعملها من غير ما أرجع للprocedure، أنا حفظتها خلاص كويس جدًا،
بنلاقي إن ده بيسبب في أوقات كتيرة جدًا incidents أو حوادث، أو حتى لو ما وصلش لحوادث، أحيانًا لو أنت يعني نسيت خطوة أو ما عملتش الخطوة بالتفاصيل اللي مكتوبة في الprocedures، مش بس يعني حتى لو يعني لا قدر الله ربنا يحفظنا، لو ما سببش حادثة، فممكن يعمل لك upset في المصنع. أنت في غنى عن هذا، يعني أنت مش محتاج إن يبقى في upset في المصنع فترجع تعمل trouble shooting، أنت اللي سببت ده. فإحنا عشان كده بنقول الprocedure دي لازم تكون دي أهم tool مع يعني الoperation team، الhelmet، الgoggles، الgloves، الsafety shoes والprocedures يعني. دايمًا معاه في إيده أو محتفظ بيها في مكان accessible، إن هو دايمًا بيبُص لها، وبالذات لو في routine job هو بيعمله. يعني من ضمن الحاجات اللطيفة اللي أنا حابب أذكرها، إن كان في حد يعني في operating plant، وplant مش سهل، plant صعب شوية مع عقرب يعني، والoperators أو الshift operator أو الpanel operator ده هو شغال في الindustry دي، في نفس الunit دي حوالي تقريبًا 30 سنة، فبيعمل نفس الشغلانة دي لمدة 30 سنة. فهو عنده زي switch over، بيعمل switch over في يعني في activity بتتعمل تقريبًا كل 12 ساعة تقريبًا. فأنا لاحظت وإحنا قاعدين في الcontrol room إن هو بدأ قبل الactivity دي راح جاب الprocedure وقعد يقراها، بيجهّزها، وبعدين وهو ماشي بقى بدأ في الactivity دي أول ما عمل لها start، فاتح لسه قدّامه الprocedure، ماشي مع الprocedure step by step by step. بعد ما خلّص الactivity دي، طبعًا أنا ما ينفعش interfere، ودي برضه نصيحة لحد process engineer وموجود جوّه الcontrol room. حاول دايمًا لمّا يبقى في أي activity سواء normal activity أو abnormal activity، إنّك ما تعملش أي interference مع team الoperation بصفة عامة يعني. هُم بيبقوا في أشد الحاجة للتركيز في الفترات دي. فبعد ما خلّص الactivity دي والplant رجع تاني خلاص، إحنا stabilize، ما فيش أي حاجة، والactivity تمِّت very professional، فسألته قُلت له: "يعني أنت بتعمل الشغلانة دي بقى لك 30 سَنة، هل أنت محتاج لسه ترجع تبُص تاني على الprocedure؟" "آه طبعًا، أنا ما أقدرش أعتمد على الذاكرة، لإني ممكن أنسى، وارد إن أنا أنسى، وارد إن أنا النهارده تعبان شوية." هو قال لي كده، يعني ممكن أكون تعبان النهارده شوية، وارد يحصل أي شيء، إحنا بني آدمين، إحنا بشر. فأنا ما باعتمدش على الذاكرة، حتى لو أنا عملت ده لمدة 30 سَنة كل يوم باعمله، لأ، أنا بارجع للprocedure بتاعتي. فده كده الscope بتاع الoperation يعني الresponsibility بتاعته. طول ما الoperation شغال زي ما إحنا قُلنا، وبينظر للحظة وبيحاول يحافظ على المصنع، لو حصلت أي مشكلة بيtrouble shoot أو بيحل المشكلة دي بحيث إن هو يkeep المصنع شغال، ويدّي الfeedback للprocess team، ده اللي إحنا هنتكلم بقى فيه، الscope بتاع الprocess team. scope الprocess team عارف وواثق ومتأكد جدًا إن team الoperation هم مشغّلين المصنع كويس جدًا، المصنع stable، production شغال تمام، ما فيش أي مشكلة. مش معنى كده إن هو خلاص أنا ما عنديش شغل، لأ، هو إحنا بنبُص للمستقبل. فبتبدأ تعتمد على تبُص على الظروف التشغيلية بتاعة المصنع ده، هل لو فضلنا شغالين بالconditions اللي إحنا شغالين بيها دي، هل دي أفضل حاجة للمصنع؟ هل في فرص للتوفير؟ فهو دايمًا الprocess engineer قاعد، أو ده الscope بتاعه، إن هو بيدوّر على الفرص جوّه المصنع بتاعه، سواء optimization، سواء energy saving، material saving، أو الwaste reduction. حتى الprocedure ممكن يرجع يبُص على الprocedure، وده وارد جدًا إن هو يبدأ يكتشف إن في procedure مثلًا بتاخد مننا وقت طويل. طيب في steps معيّنة إحنا ممكن نشيلها، إحنا مش critical أوي، أو نعملها بصورة أفضل، أو نخلّيها شِبه automated فنوفّر وقت، فالactivity اللي بتاخد ساعة أو ساعتين تاخد 40 دقيقة، 45 دقيقة، فهو وفّر وقت. الوقت ده طبعًا بيترجم لفلوس في النهاية. فهي دي واحدة من الscope بتاعة الprocess engineer. الحاجة التانية الfeedback اللي خده، اللي إحنا كنا بنتكلم فيه، الfeedback اللي بياخده دايمًا من الoperation، لمّا ييجي الoperation يقول له أنا حصل عندي المشكلة دي وحليتها بالصورة دي، فهو الprocess بياخد المشكلة وبياخد الحل اللي الoperation عمله.
بياخد المشكلة وبيبدأ يعمل زي analysis ليه المشكلة دي حصلت، يبدأ يعمل زي root cause analysis أو whatever الmethodology اللي هيمشي عليها علشان يعرف هي المشكلة دي كان سبب حدوثها إيه، ليه؟ علشان ما تحصلش في المستقبل، علشان آآ زي ما هي عملت مشكلة دلوقتي وقلّلت الإنتاج مثلًا وده أثّر على الإنتاج أو أثّر على الquality، لأ، أنا عايز المشكلة دي ما تحصلش تاني أو ما تتكررش بصورة كبيرة، فبنبدأ نشوف الأسباب اللي أدّت للمشكلة دي. وبياخد الfeedback برضه أو من ضمن الfeedback الحل، بيبُص على الحل الoperation عمله ده، هو حل المشكلة؟ حل المشكلة. هل ده أفضل حل؟ فيبدأ يفكّر في الحل ده، هل ده أفضل حل، أسرع حل، طب لمّا ييجي قدّام حتى لو أنا حطّيت barriers أو عرفت السبب الرئيسي للمشكلة دي، وهابدأ مش يعني طبعًا موضوع الelimination ده ممكن يحصل elimination، بس لو أنا قلّلت الfrequency بتاع الincident دي أو الupset ده، بس فرضًا إنه حصل تاني لسبب إحنا ما كناش واخدين بالنا منّه، فيبقى الreaction بتاع الoperation team أنا كمان طوّرته وحسّنته وخلّيته أسرع، خلّيته more effective. مثلًا لو هو كان محتاج يعمل أو يروح لsemi shutdown أو يعمل حاجة، لأ، ممكن نتلافى دوّة. ممكن يكون أحيانًا الحل ده كان فيه high risk أو ولِّد risk كبير جدًا، فالprocess engineer اللي هو المفروض الdomain بتاعه process engineering وprocess safety وحاجات تانية كتير هنتكلّم عنها، فيقول لأ، طب ما الحل ده هو المرّة دي عدِّت، بس الحل ده لو اتنفّذ بنفس الصورة دي تاني، ممكن يسبب كارثة، ممكن يسبب هنا high pressure، ممكن يعمل هنا release لmaterial مثلًا toxic أو carcinogenic أو whatever. فالprocess engineer ده في الscope بتاعه دايمًا الcontinuous improvement في المصنع. أنا دايمًا باصص على باحسّن التشغيل، زي ما إحنا قُلنا كده الراجل الcoach بتاع الفورمولا 1 هو قاعد باصص على الأداء بتاع السواق، أداء العربية، السباق overall، نحسّن الأداء ده إزاي. في معانا سؤال، إحنا طبعًا يعني زي ما قُلت لكم كده إحنا ممكن الأسئلة ممكن ناخد الأسئلة. محمود بيقول الroot cause analysis خاصة بscope operation والّا process؟ سؤال كويس جدًا يعني. طيب، آآ هو الroot cause analysis خلّينا نقول دي methodology إن أنا باعرف بيها سبب حدوث أي شيء، ومش معناها إن هي حاجة كانت حاجة وحشة، إحنا أحيانًا بنستخدم الroot cause analysis لو في حاجة كويسة حصلت. أحيانًا بتحصل حاجات كتيرة جدًا إن نلاقي ودي يعني مثلًا حاجات أو stories أنا شُفتها، الquality فجأة اتحسنت، فإحنا هنا مش بنقول what went wrong، إحنا هنا بنقول what went right، يعني هو إيه اللي حصل صح أوي كده إن خلّى الquality يتحسن، فهنا نبدأ نعمل الroot cause analysis. فخلّينا نقول الroot cause analysis دي tool أو technique يعني، مين بيستخدمه وهي خاصة بscope operation والّا process؟ هي خاصة بالاتنين، الاتنين يقدروا يعملوا root cause analysis. بمعنى أنا حصل عندي دلوقتي upset في المصنع، أنا في refinery الخام اتغيّر أو الfeed اتغيّر، الcatalyst حصل فيه يعني deviation أو sorry deactivation شوية، فبدأ الcondition تتغيّر عندي، فالراجل بتاع الoperation بيعمل root cause analysis لحظي، اللي هو عارف لمّا بيحصل كده، فأنا محتاج أبُص على ال1، 2، 3 أcheck على الحاجات دي، عشان أشوف مين فيهم اللي فيه deviation عشان أبدأ أصلّح الdeviation ده، فده root cause analysis. الراجل بتاع الprocess أو الteam الprocess team بيعمل root cause analysis بس في صورة أكبر شوية وعلى المدى الطويل، إن هو بيرجع المشكلة اللي حصلت دي، فيبدأ يجمّع historical data، يوسّع شوية دايرة الvariables بتاعته، بحيث إنه يشوف إيه السبب أو إيه الأسباب، مش سبب واحد، سبب رئيسي وأسباب تانية contributors ممكن تسبب نفس المشكلة دي، فإزاي نتلافى أو إزاي إن إحنا نقلل الfrequency بتاع الupset ده أو الincident أو whatever deviation اللي حصل عندي. فهي دي الroot cause analysis أو الRCA. هو يعني ما أقدرش أقول إن هو خاص بprocess أو خاص بoperation، operation بيعمله
on time الprocess بياخد فيه وقت عشان الscope بيكون أكبر شوية. إحنا كنا بنتكلم في الscope بتاع الprocess team أو الprocess engineering. الprocess برضه الscope بتاعه إن هو يكون مُلِم جدًا بالstandards، الأكواد والregulations، ومش بس الstandard الinternational standards، لأ كمان الstandards الخاصة بالشركة اللي هو شغال فيها. أحيانًا بعض الشركات بيكون عندهم standard خاص بيهم هم، هو لازم يكون مُلِم بالحاجات دي كلّها، بالأكواد بخلافه يعني. آمم لكذا سبب، لإن من الscope بتاعه لو هو بياخد feedback زي ما إحنا قُلنا من الoperation، أحيانًا برضه الoperation بيقترح بعض المقترحات إن والله أنا الactivity دي لمّا باعملها كل يوم أو باعملها كل أسبوع أو كل شهر، فأنا عندي فكرة. لو أنا مثلًا عملت modification هنا في الplant، حطيت حاجة هنا أو زوّدت هنا، عملت pipeline صغير كده أو bypass على حاجة، فده هيسرّع شوية الtrouble shooting أو هيسرّع الactivity دي، هيوفّر علينا وقت أو هيقلل waste أو أيًا كان. الprocess هنا يبدأ يدرس المقترح دوّة، فلازم يكون مُلِم جدًا بالstandards والأكواد كلّها والregulations، عشان وهو بيدرس المقترح ده يبُص له من كل الجوانب، من ناحية الprocess design، من ناحية الprocess safety، آآ ergonomics. أحيانًا لازم برضه يبقى هو عنده النظرة دي. ممكن الoperation يقترح عليه اقتراح إن أنا محتاج أعمل pipeline من هنا لهنا، بس أنا بعد كده البروس لمّا يبُص على الpipeline ده هيبقى محتاج مثلًا double block and bleed، فما فيش مكان، فمحتاج يحط الvalves في high elevation، بعد كده مش accessible، فكل الscenarios دي المفروض الprocess ده الdomain بتاعه يعني، أو إن هو الmindset بتاعه شغال دايمًا في النقطة دي، إن هو عشان مُلِم بالstandards ومُلِم بالأكواد ومُلِم بالbest practices، فده في الscope بتاعه طول الوقت. ما أحبّش أقول إن الprocess engineer يكون من الscope بتاعه الdesign. أنا يعني قلّما مثلًا لمّا حد بيشتغل في ال خلّينا نقول إن هو يعمل process design بمعنى process design، إلا لو هو شغال في design firm أو يعني شركة تصميم، هنا هو هيشتغل design. أمّا أنت كprocess engineer أنت تاني عشان مُلِم بالstandards وملِم بالcodes وملِم بالbest practices وملِم بالregulations، فلمّا بتشوف design تقدر تقول الdesign ده راعى الstandards عندي، أو ماشي على الstandard، أو ما فيش أي deviation في الdesign. أمّا هو يعني قلّما لو حد process engineer شغال في مصنع بيعمل design يعني، بيراجع design أوكي كreview. آآ حاجة مهمة جدًا برضه تاني الscope بتاع الprocess، وهو الcommunication مع سواء الlicensor أو سواء الequipment OEM أو الvendors. برضه دي بتختلف من شركة لشركة، بس overall أو المُتعارف عليه إن الprocess engineer لمّا بنحتاج communication مع م شركة برّه مثلًا كlicensor، كشركة كvendor، كشركة بتاعة engineering services أو engineering studies، حد هيحط scope of work، إحنا هنعمل تعديل فمحتاجين نجيب شركة، محتاجين نجيب consultancy، فالscope of work كل ده في الscope بتاع الprocess engineer، هو اللي بيحط الscope of work، هو اللي بيبدأ يحدد الbudget اللي أنا محتاجها للproject ده. time frame بيتّفق طبعًا على الtime frame أو الtime plan بتاع الproject أو الstudy دي. كل ده في الscope بتاع الprocess. الoperation هنا في الراسي هنا الoperation أحيانًا ممكن يكون consult. يعني لو أنا عندي study أو لو أنا هاعمل تعديل معيّن في المصنع بتاعي أو محتاج study أو محتاج consultancy، أنا ممكن أconsult أو هاجيب شركة يعني أقصد تعمل لي consultation أو service. أنا ممكن الoperation هنا أconsult الoperation، أو إن أنا بس أو حتى inform. الoperation هنا ما فيش عليه responsibility ولا accountability، إلا لو المقترح طالع من الoperation team. هنا ممكن نقول إن ممكن يكون واخد جزء من الaccountability. وكمان لازم نرجع نconsult الoperation عشان نفهم كويس جدًا المقترح ده طالع إيه.
في سؤال تاني هنا قبل ما نقفل الجزء بتاع الscope والراسي. As a process engineer, is it difficult to transition between different industries such as refining, polymer and fertilizer؟ هنتكلم على النقطة دي في الجزء بتاع الكارير جروث والفيوتشر. فأنا عشان كده هنسبيد اب شوية. خلينا نروح نتكلم على الكومبتنسي. محتاجين نفرق ما بين الكومبتنسيز والسكيلز. الكومبتنسيز مينلي هي الاكسبيرينس والنولج السوليد نولج اللي موجوده عند سواء البروسيس تيم او الاوبريشن تيم. نبدا بالاوبريشن برضو. الكومبتنسيز اللي موجوده او المطلوبه عند الاوبريشن تيم انه يبقى حافظ كويس جدا كل البروسيجرز اللي موجوده عنده، سواء نورمال بروسيجرز، emergency بروسيجرز اللي هي emergency شات داون، نورمال شات داون، نورمال ستارت اب، الترابل شوتنج. كل البروسيجر دي هي دايما هو حافظها. مش معنى برضو ان هو حافظها انه مش هيرجع لل- للفايل نفسه. لازم كل شويه يرجع يبص للفايل لو هيستخدمه او بيعمل بروسيجر معينه لازم يستخدمها. بس هو لازم يكون حافظها كويس جدا، لان ده بيديله السنس مع الوقت. طول ما هو حافظها وبيرجع يبص عليها، فلو حصل اي ديفيشن او اي ابسط فهو عارف هو ايه اللي وقع، يعني ايه الستيب اللي احنا نسيناها حتى وانا فاتح البروسيجر، او في ستيب هنا احنا ما خدناش كونفirmation ان هي اتعملت او الحاجات دي كلها. فهو لازم يكون حافظ البروسيجر. الاوبريشن انجينير حافظ ايه تاني، او الاوبريشن تيم حافظ كل حاجه بقى في المصنع كظروف تشغيل. عارف هنا يعني انا بستغرب جدا يعني، ودي برضو كيس شفتها، ان انا لو اتكلمت مع حد من الاوبريشن فبقول له مثلا هو البايب لاين دوت التمبريتشر بتاعته فرنج قد ايه تاني، فيقول لي مش عارف. طب ممكن اشوف. اوكي يعني ما اعرفش، بس انا احب دايما ان لو حد بيشتغل اوبريشن فهو في باله كل الارقام بتاعه المصنع اللي هو شغال فيه لكذا سبب. تاني ده بيديله السنس. طيب ليه بيديله سنس او هو ليه مهم؟ طيب خلينا نقول ان هو مثلا ده بايب لاين خارج من الرياكتور طالع على داون ستريم، مثلا ديستليشن او سيباريشن او ايا كان. فالتمبريتشر على البايب لاين اللي هي الافلوينت بتاع الرياكتور دي المفروض دي في باله على طول. ليه؟ علشان لو بص عليها لقاها اقل من الطبيعي او اكتر من الطبيعي، ده يديله انديكيشن ان الرياكشن هنا في مشكله، فانا محتاج ارجع ابص شويه. الماتيريال اللي خارجه دي مش طبيعيه فيها، بالذات لو في بوليمر اندستري. انا بتكلم طبعا من الباك جراوند بتاعتي. آه، في الماتيريال دي الكونفرجن مش كفايه. الماتيريال دي الخواص بتاعتها اتغيرت، فعشان كده التمبريتشر والبريشر اتغيروا في البايب لاين ده. فمحتاج ان هو يكون حافظ كل البارامترز اللي موجوده عنده في المصنع كويس جدا. حافظ المصنع بقى فيزيكالي، يعني برضه من ضمن الحاجات ان هو عارف كل الايكويبمنت مكانها فين، عارف السامبل بوينتس مكانها فين، عارف مش هنقول الفالفز عشان ما نبقاش يعني في خلينا نقول الميجر فالفز او الفالفز اللي هي المهمه، الكريتيكال ايسوليشن ومش عارف ايه الحاجات دي. هو عارف كل الحاجات دي. اليوتيليتي ستيشنز عارف مكانها فين. فكل دي الكومبتنسيز بتاعه الاوبريشن او الاوبريشن تيم. لازم يكون برضو فاهم الكونكشنز. احيانا بتحصل مشكله في يونت، فيبدا يبص على اليونت دي بس يعني. انما الاوبريشن الشاطر عارف ان المشكله دي مش بس ممكن يكون سببها جوه اليونت دي، ده ممكن يكون سببها في يونت تانية، لان في مثلا سيركيوليشن في بايب لاين في حاجات تانية يعني. ف الاوبريشن تيم او هو ده الكومبتنسيز اللي موجوده عند الاوبريشن تيم، ان هو راجل زي ما احنا قلنا كده عنده ملم بالمصنع، فاهم المصنع كويس جدا. طيب نروح للكومبتنسيز بتاعت البروسيس عشان سبيد اب شويه. البروسيس انجينير كومبتنسيز بتاعته طبعا موضوع الماس بالانس والهيت بالانس والحاجات دي كلها اوكي، ده موجود، المفروض موجود عند الاثنين يعني. ولكن احنا بنقول عند البروسيس انجينير واحده من الكومبتنسيز المهمه ان هو يكون مثلا
فاهم الchemistry، لو في chemistry بيحصل جوّه المصنع بتاعه، سواء إذا كان chemical reaction أو يعني في absorption، في أي حاجة، المفروض إن هو يكون فاهم اللي بيحصل جوّه الreactors أو جوّه الحاجات دي. طيب إحنا معانا في comment: both functions have to use the principles of chemical engineering but their challenges are a bit different. هو إحنا بنتكلم طبعًا، يعني إحنا بنتكلم إن أنا كchemical engineer أنا باشتغل process والّا operation، يعني هو دي الtopic بتاع الحلقة. رايح process أو أروح process والّا أروح operation. طيب إحنا كنا بنتكلم على الcompetency بتاعة الprocess. فإحنا قُلنا الheat والmass transfer، الthermodynamics، الchemical reactions، الحاجات دي كلّها عنده. واحدة تانية من الcompetencies المهمة اللي ممكن تكون عند الprocess engineer، الoperation ممكن تكون عنده دي برضه، بس هو زي ما إحنا قُلنا هو الراجل بينظر للحظة. الprocess engineer لازم يكون عنده موضوع الsimulation أو الmodeling بصفة عامة بقى يعني. دي competency مهمة جدًا، موضوع الmodeling ده. simulation وmodeling ده بيستخدموا كتير جدًا. برضه هنا بدون ذكر أسماء يعني، أو من غير ما نقول softwares، أحيانًا الناس بتstick لsoftware معيّن لمّا بنجيب سيرة الsimulation أو الmodeling دي. آآ يعني موضوع الsimulation ده ممكن نتكلم فيه بتفاصيل أكتر، بس يعني باختصار أنا لو process engineer ما يجيش في بالي، أو واحدة من الcompetencies بتاعتي هي الprocess modeling والprocess simulation، بس مش معنى كده إن هو الsoftware X أو Y أو Z بس. يعني في أحيان كتير جدًا أنت مش محتاج الsoftware ده، لأسباب بقى، ممكن أصلًا ما يكونش متوفر عندك في الشركة اللي أنت فيها، ولو متوفر عندك أنت مش محتاج تفتح وتحط تختار package وthermodynamic package وتختار components والكلام ده كله. أنت كchemical engineer الmodeling ده المفروض عندك زي الcalculator، يعني أنت ممكن تعمل modeling، أنت تderive equation معيّنة، لإن هي كلّها في الأول وفي الآخر الthermodynamics أو mass وheat balance يعني. فأنت بتderive من الحاجات دي equations بحيث إن أنت تعمل modeling سريع كده، أو أنت حتى بتderive بالequation اللي أنت عايزها، أنت ممكن تderive الequation اللي أنت عايزها، ويبقى ده model جاهز عندك بعد كده لو أنت حابب تsimulate الsystem ده. فأنا باstress بس على النقطة دي، إن إحنا مش معنى لإن دايمًا بس السؤال ده بييجي لي: أنا عشان أشتغل process فاروح أتعلّم الsoftware ده تحديدًا. كويس، ده ما فيهوش مشكلة، بس أنا برضه باتكلّم من وجهة نظري، لأ، أنت لازم يكون الbasic هي اللي موجودة عندك، لإن هو الsoftware شغال على الbasic principles أو الfirst principles. الoperation team ممكن يكون عنده برضه دوّة، بس زي ما إحنا قُلنا هو راجل firefighter، أو هو ده الfront liner، فما عندوش رفاهية الوقت إنه يبدأ يعمل ما عندوش يعني الوقت إنه يبدأ يعمل الmodeling أو الsimulation ده. فدي كده الcompetencies أو الcompetencies المهمة ما بين للoperation وللprocess. في سؤال تاني: every software has its strengths. آمم simulation. أكيد، يعني إحنا مش بنتكلم على طبعًا يعني كل software وعنده نقط القوة، نقط الضعف، ده إحنا في حلقات في الpodcast، في Carbon podcast اتكلمنا فيه على الsimulation بصفة عامة. وممكن إن شاء الله تاني نعمل حلقات جاية بنتكلم فيها على الprocess simulation أو الmodeling بصفة عامة برضه يعني، بتفاصيل أكتر شوية. أنا اللي أقصده هنا إنك كchemical engineer أنت تقدر تdrive الequations اللي أنت عايزها. إن أحيانًا زي ما أنت ممكن تشتغل في system ما فيش software، وأنا باقول ده وأنا واثق إن في softwares ما تقدرش تعمل simulation لبعض الprocess، وأنا واثق من الكلام اللي أنا باقوله ده. فأنت محتاج تdrive your own model. فلو أنت ما عندكش الbasic principles والknowledge، فخلاص أنت مش يعني مش هتعرف تتحرك في القصة دي. طيب تاني أنا بس بانبّه على إن إحنا معانا أسئلة، ممكن ناخد الأسئلة بتاعتكم.
ممكن ناخد بريك دقيقة قبل ما نتكلم على السكيلز وآخر جزئين معانا في البودكاست. خليكم معانا ما تروحوش في حتة. أهلا بيكم مرة تانية ونكمل موضوعنا process versus operation. كنا وصلنا كده بنتكلم عن اتكلمنا على الكومبتنسيز، دلوقتي نتكلم على الريكوايرد سكيلز لكل واحد من التيمز، الاوبريشن والبروسيس. برضو محتاج، او انا بحب ابدا بالاوبريشن. السكيلز دي اللي هي، او يعني بالعربي المهارات دي اللي هي، خلينا مثلا، انا بحب افرق ما بينها وما بين النولج او الكومبتنسي. السكيلز المهارات اللي انت بتتعلمها او ممكن تكون عندك بس انت ممكن تتعلمها، ودي زي التولز اللي بتساعدك في ان انت تنفذ المهام الوظيفيه بتاعتك. فخلينا نقول كده ان المهارات المطلوبه في الاوبريشن اهم حاجه فيهم من وجهه نظري وهي الكويك ديسيشن ميكنج او سرعه اتخاذ القرار. احنا بنتكلم في لو هنتكلم في الاويل اند جاز والبتروكيميكال، احنا بنتكلم في فيري كريتيكال اندستري. احنا بنتكلم في الثانيه او يمكن اقل من ثانيه كمان، بتفرق جدا. الابسيتس بتحصل الداينامكس بتاعتها سريعه جدا. كل ثانيه تاخير في القرار ممكن تزود الكونسيكونسز وتزود السيفيريتي. بدل ما كنا هنعمل داون تايم ساعه، او حتى لو كنا هنوقف الانتاج بس، او هنطلع اوف سبيك او اوف جريد ساعتين 3، احنا ممكن نعمل شت داون يومين 3 عشان اتأخرنا 10 ثواني في اتخاذ القرار. فأنا شايف السكيل دي مهمة جدا للأوبريشن تيم. سواء تاني يعني بنتكلم اوبريشن تيم، هنا بنتكلم اوبريشن انجينير، بانل اوبريتورز، اوتسايد اوبريتورز. احنا كلنا كيميكال انجينيرنج باك جراوند، فكلنا لازم يكون عندنا طبعا البيزك كيميكال انجينيرنج نوليدج، دي كلنا عندنا يعني. بس اللي في الاوبريشن لازم يكون عنده سرعة اتخاذ القرار. الحاجة السكيل التانية ودي برضو مهمة، طبعا مفيش واحدة أهم من التانية. أنت لازم طول ما أنت شغال اوبريشن يكونوا كلهم عندك بالتساوي، وكلهم في الاكستريم ليفل، يعني كلهم 150%، مش بس 100 يعني. الكوميونيكيشن، كلير كوميونيكيشن مهمة جدا 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 للاوبريشن. فتخيل ان انت لو انت عندك في السايت ولاحظت حاجة، فمحتاج تانفورم الناس اللي في الكنترول روم، او تانفورم الناس بتاع ال HSS او السيفتي او ايا كان. فتخيل انت ما بتعملش بروبر كوميونيكيشن، مشكلة كبيرة جدا دي. لو انت محتاج تدي انستراكشن او بتبلغ حد انه في السايت وانت قاعد في البانل روم ان احنا محتاجين نعمل ثروتلينج او محتاجين نتشيك على حاجه، فلو تاني الكوميونيكيشن بتاعتك مش واضحه، هو ده ممكن يسبب لك مشكله كبيره جدا. يعني تخيل ان انت لو بتطلب من حد انه يعمل لك محتاج تعمل ايزوليشن لحاجه، فبتقول له محتاج ايزوليشن للتانك فلان الفلاني، وانت الكوميونيكيشن بتاعتك مش واضحه، فيروح يعمل ايزوليشن لكومنت تانية فترب مثلا، ايا كان الكونسيكونسز. السكيل التانية السباشيال اويرنس او الوعي بالمحيط بتاعه. لو فاكرين ان احنا المثال بتاع الفورمولا 1، قلنا القائد او المتسابق بتاع الفورمولا 1 هو عنده باصص اللي حواليه، للطريق والمتسابقين اللي حواليه،
واخد باله مين في المركز فين، انا قدامي مين، ورايا مين، في حادثه قدامي. فواخد بالي من عنده اللي هو الوعي المحيطي زي ما بنقول يعني. لكذا سبب. وهو في السايت مثلا الاوبريشن بيقضي وقت كبير مثلا، او بيقضي معظم الوقت، او يعني مش معظم، بيقضي وقت معين في السايت. فلو ما عندوش السبيشال اويرنس ده ممكن يسبب له هو مشكله كسيفتي. الحاجه اللي بعد كده زي ما احنا قلنا البروسيس سيفتي او السيفتي او السلامه المهنيه في باله طول الوقت، حتى هو بياخد اكشن، حتى هو بيحل مشكله. دايما موضوع السيفتي والموضوع انه ما يحصلش فاتاليتي او ما يحصلش حريقه، ما يحصلش حادثه لحد، الناس كلها تروح بسلام، ده في باله دايما طول الوقت. الحاجه التانية ودي برضو يعني مهمه جدا، ان اللي شغال في الاوبريشن يبقى عنده السكيل دي، وهي الاتنشن تو ديتيلز. تخيل معايا لو الاوبريشن او الاوبريشن تيم وهو بيقرا بروسيجرز او هو بينفذ بروسيجرز وما اهتمش بكل تفصيله جوه البروسيجرز دي اللي ممكن تحصل. لان احيانا اهتمام بالتفاصيل ده بيبدا يولد الاسئله دي بتساعد البروسيس تيم انه يطور السيستم اوفرول، سواء اذا كان بروسيجرز او كونديشنز او غيره. فهو المفروض بيهتم جدا بالديتيلز، طول الوقت عنده اهتمام قوي جدا بالديتيلز. خلينا نروح للبروسيس تيم او البروسيس انجينيرنج، هندسه العمليات. السكيلز المطلوبه ايه لمهندس البروسيس؟ الاناليتيكال ثينكينج، كريتيكال ثينكينج. الراجل دايما زي ما احنا قلنا كده بيحلل البيانات او بيحلل الظروف التشغيل اللي موجوده عنده، فلازم يكون عنده اناليتيكال ثينكينج، بيحل المشكلات او بيحلل المشكلات سببها عشان ما تحصلش تاني. البروبلم سولفينج والديسيشن ميكنج ده مهم جدا. مهارات تانية مهمة جدا للبروسيس انجينير هي التكنيكال ريبورت رايتنج او كتابة التقارير الفنية والمهنية يعني او الفنية. مهارات العرض والتقديم البرزنتيشن سكيلز، لان البروسيس دايما زي ما احنا قلنا هو اللي بيكوميونيكيت، او هو مثلا بيشتغل على بروجكت لونج تيرم بروجكت، فبيحتاج انه بيرزنت البروجكت دي، السكوب بتاع البروجكت ايه، او المايلستونز اللي اتحققت، فاضل لنا ايه، التايم فريم، كل الحاجات دي. فهو لازم يكون يعني عنده البرزنتيشن سكيلز دي كويسه جدا يعني. الكوميونيكيشن برضو طبعا دي ما بين الاتنين مهمه جدا. طيب احنا هنا اتكلمنا على السكيلز والكومبتنسيز. طيب احنا ممكن نتكلم كده باختصار بسرعه جدا. آه طيب هنا بقى انا اروح بروسيس ولا اروح اوبريشن؟ انا بس عشان نكونكلود هنا مفيش حد احسن من حد، او مفيش ان دايما السؤال ده، مثلا انا شغال اوبريشن عايز اروح بروسيس، هل انت شايف البروسيس افضل؟ فهو دايما انا بسال هل انت شايف البروسيس افضل، ولا انت حاسس ان انت لو رحت البروسيس انجينيرنج هتأدي اداء افضل، او انت في الاوبريشن ما انتش عارف تأدي الاداء المطلوب منك. هو بيتسأل، انما مفيش حاجه اسمها انا اوبريشن عايز اروح بروسيس عشان اطور من نفسي. ده مش حقيقي، او يعني من وجهة نظري انا ان المهم بين البروسيس والاوبريشن يبقى في انتجريشن، في تكامل ما بين الاثنين. فالاثنين انا دايما طول الوقت مش شايفهم منفصلين، هما الاثنين. والا لا، زي ما قلت لك كده ما كانوش هيبقوا موجودين لو كل واحد فيهم يقدر يشتغل لوحده. انت حتى في الموديل بتاعت ان المصنع فيه بروسيس بس ما فيهوش اوبريشن، او فيه اوبريشن بس وفيه ما فيش بروسيس، فهنلاقي الاوبريشن انجينير برودكشن انجينير بيشتغل كل الشغل بتاعه وجزء من شغل البروسيس. وكذلك لو المصنع ما فيهوش برودكشن انجينير فهنلاقي البروسيس انجينير بيشتغل شغل البرودكشن انجينير، بيعمل الاثنين. ف هما الاتنين لازم يكون في ما بينهم انتجريشن قوي جدا، بيكملوا بعض. البروسيس بياخد فيدباك من الاوبريشن دايما بيحاول بياخد كل الامبروفمنت اللي عملها البروسيس دي، يحاول يطبقها او يمشي بيها في البلانت. فهنا انا بس عايزين نوضح النقطه دي، ان مفيش افضليه لحد عن حد. انما نقدر نقول مثلا انا راجل، او انا واحد مثلا شايف اني السكيلز والكومبتنسيز بتاعتي تأهلني اكتر ان انا ابقى بروسس.
عشان كده مثلًا لمّا حد بييجي يسأل ويقول أنا شغال operation عايز أروح process، فباسمع كلام كده غريب شوية، يقول لك إيه، فأنا عايز بقى أذاكر material balance وmass balance وheat balance وenergy balance وعايز أذاكر thermodynamics وعايز أذاكر simulation. طب أنت كنت في operation المفروض أنت عارف الحاجات دي. لأن أنت محتاج ده، لأن أنت تاني بتنظر للحظة، فأنت إزاي كنت بتنظر للحظة وبتحل مشكلات وأنت ما أنتش عارف thermodynamics ومش عارف heat وmaterial balance. أنا لمّا حد بيقول لي كده أنا يعني باحس إن هو إيه، أنت تايه شوية ومحتاج ت ت تعرف أنت محتاج تعمل إيه. فما مش معنى إن أنت شايف مثلًا إن أنا عايز أروح operation فاتعلم المفروض الحاجات دي عندك by default. ولكن اللي أفهمه لو حد مثلًا أنا شغال في الoperation وما عنديش سرعة البديهة. أنا مثلًا واحد عن نفسي أنا كان موضوع سرعة البديهة ورَد الفعل السريع ده أنا مش مثلًا مش عندي، فأنا ما أقدرش أشتغل operation. عادي يعني أنا ما أقدرش أشتغل operation. في حد تاني عنده سرعة بديهة عالية جدًا، عنده سرعة اتخاذ القرار دي سريعة جدًا، فده يبقى fit جدًا في الoperation. فما ينفعش إن أنا أفضل حاطط حد في الoperation وأنا شايف إن هو ما عندوش سرعة بديهة مثلًا أو إن هو ما بيقدرش ياخد قرار سريع. بس عنده صبر إنه يقعد يقرا حاجة ويشتغل على حاجة، ده ينفع process. بيشتغل على حاجات الlong term ممكن ده يشتغل process كويس. فهي دي اللي إحنا نقدر نقول إمتى أروح أشتغل process وإمتى أشتغل operation. من وجهة نظري إن أي chemical engineer هو يقدر يشتغل الاتنين، يقدر يشتغل process ويقدر يشتغل operation. لأن هو تاني هو عنده الtechnical competencies والskills للاتنين، فهو ما عندوش أي مشكلة يشتغل الاتنين خالص يعني. فهنا كده دي الoverlap أو الintegration اللي بيحصل ما بينهم. خليكم معانا هناخد بريك صغير وهنرجع لكم تاني. خليكم معانا تاني، لو في أي أسئلة ممكن تسألوها لنا. نرجع تاني process versus operation. طيب احنا عشان ما نطولش عليكم هنتكلم بسرعة كده على الكارير جروث، ودي نقطة مهمة جدا. آه مين فيهم او انا لو شغال اوبريشن او شغال بروسيس، ايه الكارير جروث بتاعي؟ ده كان رد على السؤال هل برضو البروسيس انجينير من الصعب انه ينقل من صناعة الاخرى؟ ممكن لو في ريفاينر يروح بتروكيميكال او بوليمر او فرتلايزر والعكس. فهنا هنجاوب على السؤال ده في الجزء الكارير جروث والفيوتشر بتاع كل حد في الاوبريشن وفي البروسيس. هبدأ بالاوبريشن. الاوبريشن دايما احنا بنشوف الكارير جروث بتاعه، بالذات الاوبريشن لو هو بيشتغل في بروسيس معينة فهو بيفضل انه يفضل في الاوبريشن دي. بمعنى لو انا شغال اوبريشن في الاف سي سي او في السي سي ار او في الهيدروكراكر او في البوليإيثيلين، ده بيديك افضليه او الافضل يعني انك تفضل مكمل في الاوبريشن في الاندستري دي وما تحاولش ان انت تجامب لاندستري تاني. يعني الا لو جات لك الفرصه طبعا ده هنتكلم عليها بعدين، بس انا بتكلم لو انت بتدور على الكارير جروث. ليه انت بتفضل فتره طويله في نفس الاندستري لو انت فعلا عايز الكارير جروث كاوبريشن؟ لان بعد فتره من الاوبريشن في نفس الاندستري انت بتبني اكسبيرينس قوي جدا، السكيلز بتاعتك خلاص، او انت عارف كل الترابل شوتنج او مش كل، اغلب الترابل شوتنج. فبيبقى عندك النولج بيز بتاعتك عاليه جدا فاليبل. فنيجي مثلا تلاقي انا مع التحفظ على كلمه اس ام اي او سبجكت ماتر اكسبرتس، يعني عندي تحفظ على استخدامها، ولكن بتكون سبجكت ماتر اكسبرت في الاندستري دي. انت اشتغلت اوبريشن فتبدا مثلا
بتوصل لمرحلة إنه بعد فترة على حسب 15 سنة، 20 سنة plus whatever، بتبدأ الشركات تقول أنا عايزة حد، أو الشركة بتدوّر على حد subject matter expert في الpolypropylene في الreactor مثلًا. فهنا أنت خلاص أخدت الexperience دي، فدي مهمة جدًا، أو ده الcareer growth بتاعك. مطلوب منك عشان توصل للمرحلة دي إن أنت ودي نصيحة أنا باقولها دايمًا حتى لنفسي، إنك تقرا كل الورق اللي موجود عندك في الplant، كل الورق، كل الورق حرفيًا، من operating manuals لdata sheet لprocedures، لو في safety procedures أو process safety studies أو الHAZOP study بتاع المصنع، أي ورق موجود عندك في المصنع حاول تقراه. آآ وبنقراه مرّة و2، لإن كل ما هنقرا شوية هيفتّح أو هيtrigger كده في questions في عقلنا، هنبدأ نسأل الأسئلة دي. فلمّا أنت تبدأ تسأل الأسئلة دي فتدوّر على إجابات، فبالتالي هتزوّد الknowledge بتاعتك جوّه المصنع ده. فدي نقطة مهمة جدًا، أنت محتاج أو إحنا محتاجينها لو إحنا شغالين في الoperation، إن إحنا نركّز جدًا على إن إحنا إزاي نقرا ونطوّر من نفسنا ونلِم كل ما يخُص هذه الصناعة. لو أنا عايز أبقى SME يعني subject matter expert. آآ الcareer growth بتاع الoperation إنّك بتتطوّر في، يعني لو أنت مش رايح في الtechnical ladder أو في الناحية المهنية أو في الناحية التقنية بتاعة المهنة، فأنت بنشوف بقى إن هو بيروح للناحية التانية، في الmanagement أحيانًا لمّا يبقى operation manager أو plant manager. دي برضه نقطة كويسة جدًا، ده الcareer growth بتاعك. حاجة تانية ودي أنا مؤمن بيها جدًا ومقتنع بيها جدًا، إن الoperation engineer بعد فترة، لو هو مثلًا شغال في الpolyethylene، ومُلِم جدًا بالpolyethylene، فأفضل حد إنه يشتغل process safety بما إن هو chemical engineer وعنده الdomain بتاع الchemical engineering، وزي ما إحنا قُلنا عنده كل الknowledge زيه زي الprocess. فلو هو اشتغل operation فترة طويلة جدًا، ده أفضل اختيار لو إحنا عايزين process safety engineer في الpolyethylene، لأكتر من سبب. الراجل ده عارف أو عنده معرفة كاملة بكل المخاطر اللي في المصنع، عارف كويس أوي إجراءات التشغيل أو الprocedures بتاعته، عارف كل الحاجات اللي بتأثّر على الإنتاج وعلى الquality، المخاطر، الaction هنا، لو خدت action سريع، خدت action بطيء، زوّدت الtemperature هنا أوي 1 degree والّا زوّدتها 10 degrees، ده يأثّر معاك في إيه. فهو عنده الbackground بتاعته الoperation قوية جدًا، فيبقى ده في الprocess safety آمم يعني بيبقى فعلًا قوي جدًا ويُعتمد عليه في الprocess safety. ده من ناحية الcareer growth أو في الfuture growth للoperation. في سؤال: Is there a huge difference between polymers and utility plants as DCS operator considering the criticality of the process؟ ده اللي أنا كنت باتكلم فيه من شوية، إن لو أنت شغال DCS أو ما فيش حاجة DCS لو أنت شغال board أو panel يعني operators أو field operators، لو أنت في الutility بتفضل في الutility، مش هينفع نروح للpolymer. لو أنت شغال في الpolymer ما تعرفش حاجة في الutility، فهتشتغل في الutility بعد كده إزاي؟ فهو أنت دايمًا بتفضل خلاص بتkeep في الindustry دي، آآ بتتخصص فيها زي ما بنقول كده. أحيانًا بيحصل إن مثلًا حد يكون شغال في الBE يروح يشتغل في الBB على اعتبار إن فيهم شبه من بعض، ممكن في شركات بتقبل بهذا، إنه ماشي أوكي، الاتنين process شبه بعض. ولكن بصفة عامة يعني هنلاقي إن دايمًا الشركات بتقول أنا محتاج خبرة polymer BE أنا عايز الخبرة دي بس، مش عايز خبرة تانية. فما ينفعش أجيب حد كان شغال utility وأروح أشغّله BE أو polyethylene panel operator، هيبقى الموضوع صعب شوية، لإنه هو ما عندوش كل الknowledge وما شافش كل الtrouble shooting، هيبدأ كإنه بيبدأ from scratch as a fresh، يعني كإنه لسه متعيّن في الpolyethylene، لسه zero يعني. إحنا عشان كده بنقول في الoperation
إنه ينقل من industry لindustry بيكون صعب شوية. مش مستحيل، هو صعب، بينقل، ممكن ينقل لو اتوفرت له الفرصة، ولكن إنه يفضل في نفس الindustry ده أحسن له، ولإنه هو خلاص، هو زي ما إحنا قُلنا كده كل الcompanies أو كل الcorporates أو كل الشركات بتفضّل دايمًا الشخص ده إن هو يكون عنده الخبرة بتاعة الصناعة بتاعتي، فأنا مش هاجيب حد ما عندوش الخبرة ونرجع بعد كده نبدأ نعلّمه من أول وجديد، لأ، أنا عايزه ييجي من أول ساعة بيدخل عندي بيقدر يشغّل المصنع ويتعامل مع كل المشكلات اللي موجودة. وإلا ما كنتش جِبته، لإن أنا جايبه على أساس إن هو خبرة هيفيدني. ما فيش حد في الoperation بينقل. سمعت رأي مثلًا إنه اللي بيشتغل operation ممكن يشتغل operation في أي مصنع، على اعتبار إن الpump هي pump في كل المصانع، الcolumn أو الdistillation column أو الseparators هي في كل المصانع، الvessel هي في كل المصانع. طبعًا يعني ماشي أوكي، دي ممكن تكون وجهة نظر صح، بس أنا شايفها من منظور تاني، إن لو هو الموضوع كده، فممكن الراجل اللي شغال في الfood and beverage ييجي بكرة يشتغل في الhydrocracker عادي، ما فيش أي مشكلة، لإن هو عنده pumps وعنده distillation وعنده equipment more complicated من الموجودة في الrefinery. فهل ده ينفع ما أعتقدش. الoperation مش بس equipment، الoperation process، فاهم process، زي الprocess engineer ما يكون فاهم الprocess كويس جدًا، الoperation لازم يكون برضه فاهم الprocess كويس جدًا، هو chemical engineer في الأول وفي الآخر. عارف إيه الreaction اللي بيحصل هنا، عارف يعني إيه distillation، عارف يعني إيه cavitation، عارف يعني إيه heat وmass transfer، عارف يعني إيه thermodynamics، فاهم كل المواضيع دي كويس جدًا وملِم بيها كويس جدًا. فبالتالي لو هو شغال في الoperation فخلاص، يعني هو شغال في الindustry دي، ففاهم كل الsecrets وكل tips and tricks اللي في الprocess دي كoperation. فصعب إنه يروح ينقل في operation، هيضطر إنه يتعلم تاني الtips and tricks بتاعة الoperation دي، وكأنه بيبدأ من الصفر. نروح للprocess في الcareer growth والfuture. الprocess engineer برضه نفس الكلام، هو عنده سهولة شوية في التنقل، إنه ممكن الprocess engineer ممكن يروح لprocess تاني. أحيانًا ممكن سهل إنه ينقل من process لprocess، لإن هو بيبُص للموضوع زي ما إحنا قُلنا كده، هو mainly بيhandle projects، بيhandle أو هو عنده إلمام أو معرفة قوية جدًا بالcodes والstandards، فبالتالي هي الcodes والstandards دي حاجة international، فهو سهل إن هو يطبّقها في أي شركة أو في أي industry، فسهل إنه يتحرّك. ممكن يshift خالص برّه الindustry يروح design، ده ممكن، وارد، في cases كتيرة. يرجع يروح design فيبدأ يتعلم يعني إيه design، وهو عنده background process engineering، كان بيreview design، كان بيذاكر، عارف أو إيده شوية في الmodeling والحاجات دي كلّها، فيقدر يشتغل design. يشتغل project engineering، يشتغل project engineering لإن هو كان جزء من شغله إنه بيhandle projects وبيinitiate projects وبيcoordinate الprojects. فده كده بالنسبة للcareer growth بتاع process engineer. فبالتنقل يعني ده سهل إنه ينقل من industry لindustry، أمّا الoperation صعب شوية، ممكن بس صعب شوية، يُفضّل إنه يكون من نفس الindustry. آآ كنا عملنا إحنا فيديوهات قبل كده بنتكلم على برضه الفرق ما بين الprocess والoperation، واتكلمنا على حتّة الcareer growth دي. إن الprocess engineer لو فضل في نفس الprocess فترة طويلة، ده بيدّي له برضه زي نقطة قوة كده، إنه خلاص يعني الراجل ده ممكن بعد كده يشتغل process safety برضه، قوي جدًا. يعني تخيّل واحد طول حياته مثلًا اشتغل process engineer في الhydrocracker، سهل جدًا إنه إحنا نقول الراجل ده يشتغل process safety subject matter expert في الhydro treating مثلًا أو الhydro processing بصفة عامة، أو اشتغل مثلًا في hydro treating وفي hydrocracker أو whatever فترة طويلة، كprocess engineer فمُلِم جدًا بالindustry بالprocess، وعنده كمان الstandards والcodes والmodeling والsimulation وكل الحاجات اللي إحنا اتكلمنا فيها دي. فده سهل إنه يبقى subject matter expert في الprocess safety لو هو قعد فترة طويلة في نفس الindustry، لو ما نقلش من مصنع لمصنع يعني. طيب أعتقد ده كده يعني باختصار. إحنا برضه ممكن لو في أسئلة تاني
نكمل كومنتس على نفس الفيديو ده بعد كده، سواء على اليوتيوب أو على لينكد إن أو على الفيسبوك، وممكن نرد عليها في الكومنتس. بشكركم جدا على الأسئلة اللي جت النهاردة. وإن شاء الله انتظرونا في حلقات جاية من البودكاست. إن شاء الله الأسبوع الجاي معانا حلقة مميزة جدا. كل الأسابيع الجاية إن شاء الله معانا حلقات مميزة جدا، فانتظرونا إن شاء الله في الحلقات الجاية وتابعونا. شكرا لكم.